السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. هنعمل مع بعض النهارده وصفه سريعه كده على الفطار، حلوه قوي ومغذيه وجميله وتغيير كمان للاكل اللي احنا بنعمله كل يوم. معايا جمبري، طبعا انا قشرته ونضفته كويس وشلت الكيس الرملي منه ونقعته بدقيق وليمون. تمام، وغسلته كويس جدا. هحتاج هنا معلقه كمون ومعلقه بصل بودر وتوم بودر وكمان شويه ملح، وهقلب كل دول مع بعض. وكمان حطيت معلقة ونص من الدقيق. تمام، طبعا المفروض نعمله بالكريمة. طبعا الكريمة غالية جدا، فهنعمله باللبن. واستخدمنا هنا الدقيق علشان يربط معايا اللبن، وتبقى زي الصوص كده الكريمة. وكمان لو عندي كمان معلقة قشطة او معلقتين قشطه حطيهم، تبقى حلوه قوي كانك عامله جايبه كريمه بالظبط جاهزه. تمام، قلبت كل دول كويس جدا. نزلت في الطاسه على، حطيت معلقه زبده ومعلقه سمنه بلدي. تمام، وقلبتهم كويس جدا لغايه ما شوحت كل ده مع بعضه. وضفت هنا اللبن، شوحت الجمبري في معلقه ونص الدقيق في الماده الدهنيه، ونزلت عليهم باللبن ولغايه ما اقلب كده تقليبه حلوه بالويسك كده، بالمضرب اليدوي، علشان ما يكلكعش منك الدقيق في اللبن. تمام، هشوحه بس مش هياخد كمان 4 دقايق 3 دقايق، عشان طبعا الجمبري ما يجلدش منك. وبعد كده هشيله من الصوص بتاعه. تمام. طبعا الوصفة دي حلوة قوي وخفيفة وجميلة وتغيير للأكل. طبعا كلنا بنبقى زهقانين مش عارفين هنعمل فطار ايه النهاردة. أنا هنا بضيف لبن تاني. أنا خدت حوالي 3 كوبايات من اللبن، لأن أنا سلقة نص كيلو من المكرونة الاسباجيتي. طبعا الجمبري بتاعي خلاص اتشوح والصوص بتاعي بقى جاهز. نزلت بالمكرونة على الصوص بتاعي وأقلب كويس جدا، وكده يبقى الوصفة بتاعتي خلصت. تقلي مفيش اسرع من فطار، ما خدتش وقت مني. هو بس الوقت اللي اخد مني واقفه في المطبخ هو تنظيف الجمبري. طبعا لازم نشيل الكيس الرملي اللي بظهر الجمبري. هو ده اللي خد مني وقت، لكن الاكله بجد بسرعه، ما خدتش مني وقت، واكله جميله جدا ومغذيه. اتمنى يا رب تجربوها، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وكده خلاص يبقى الفيديو بتاعنا جاهز، واكلتنا والفطار خلاص جاهز. وانا ما عملتش حاجه جنبها غير بس هي دي الاكله اللي انا عملتها، المكرونه بالوايت صوص بالجمبري. طعمها خطير خطير بجد، لو جربتوها هتعجبكم. اتمنى يا رب الفيديو عجبكم ولسه مكملين لغايه دلوقتي. متنسونيش في لايك حلو ودعوه منكم حلوه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الشهر الكريم باليمن والخير والبركات. ولو اي حاجه ممكن تكتبوها لي في التعليقات. اشوفكم في وصفه جديده وفطار جديد، ومع الف سلامه.